أول تعليق من تامر حسني بعد الهجوم الحاد عليه بعد إعلان شيبسي. فكتب تامر بوست على حسابه على الفيسبوك قال فيه: مساء الخير عليكم جميعا. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل، واحتراما للجميع أنا بوضح حاجة بخصوص إعلان شيبسي الأخير. أولا أنا على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث، وده مش أول إعلان، ده تالت إعلان في عقدي. معلش أحيانا الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل، وتحديدا لما بيكون بدون علم بالعقود وبحيثيات الموضوع كله. ثانيا أنا مضيت على عقد مكتوب فيه إن شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل، والبند قدامكم أهو لصدق كلامي. ثالثا والأهم، لأي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية هقول له أنا من 20 سنة وأنا في ظهر القضية، ومش كلام وأغاني بس، لأ، أنا رحت بنفسي معبر رفح أثناء الضرب لمساندة أهالينا هناك بأكبر حملة. ما أعتقدش في حد هيخاطر بحياته ويروح بنفسه معبر رفح أثناء الضرب مجاملة مثلا. أخيرا، أنا لما قررت أكون الوجه الإعلامي لشيبسي من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه، والبطاطس من الفلاحة المصرية وبيتباع في مصر بس، وتربينا عليه، والأهم إن الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية. وأظن ده واضح في الإعلام، وده كان شعوري الشخصي اتجاه الحملة وأنا بمضيها من سنتين. عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع، وللي مش واصل له الصورة بكل احترام. وشكرا لكل اللي ردوا عني وهم مغمضين. حقيقي انتوا نعمة كبيرة من ربنا، ألف شكر، ورمضان كريم على الجميع.